أيضا الأخ أبو أحمد من بريطانيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله العظيم إننا نحن معشر أهل السنة وأهل الشيعة أمة واحدة تنهى عن المنكر وتأمر بالمعروف، والاحترام كبير لأهل الشيعة، بحيث أنني قمت بزيارات عديدة لمساجدهم وجالستهم وكانت كلها احترام ومودة. فلي سؤالين حطرحهم مع بعض عشان يتذكر الخط. السؤال الأول: ما موقف الصحابة من الخلفاء الراشدون؟ السؤال الثاني: السؤال الأول ما هو؟ موقف الصحابة من الإخوان من الخلفاء الراشدين. موقف الشيعة ولا الصحابة؟ لا، موقف أهل الشيعة من الخلفاء الراشدين. والسؤال الثاني: ما موقفهم من سيدتنا عائشة رضي الله عنها؟ وحاجة ثالثة بدي أسأل عليها: موقف أهل الشيعة من السيدة عائشة. نعم. والحاجة الثالثة هو أن الشيعة لما يصلوا بيحطوا حجر على الجبين يعني في الأرض يسجدوا عليه. لم أفهمها يعني. وجزاكم الله خيرا وشكرا. حياك الله. واحدة. أما في الأول، خلافة الخلفاء الراشدين هي واقع تاريخي قائم، والخلفاء الراشدون من الصحابة ومن الصحابة الكرام ولهم إنجازاتهم، وعندما وصلوا إلى الحكم ووصلوا إلى تسنم ذروة الخلافة بايعهم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وفي نفس الوقت اندمج في المصلحة العامة للمسلمين وساعد ووقف وأرسل أبناء للجهاد وللقتال في جيوش المسلمين ومع جيوش المسلمين. لكن هل معنى ذلك أن الإمام علي بن أبي طالب يرى أن غيره أحق بالخلافة منه؟ لا، نظرية الإمام علي واضحة بأنه هو أحق بالخلافة، لكن ليس معنى ذلك أن من تخلف لا يطيعه الإمام ولا يقف إلى جانبه في دعم الإسلام، بل بالعكس. الإمام قال: لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين. ولما رأى أن أمور المسلمين تسير ورأى أن الركب ماش في طريق تحقيق كلمة الله عز وجل، وإن اعتدي على حق الله كما يرى، أو وإن رأى أنه أولى بهذا الأمر، لكن ليس معنى ذلك أنه بالنسبة إلى الخلفاء يقف موقفا سلبيا. بالعكس، وقف الإمام موقف إيجابي، وكما هو المعروف من سيرته، وكانوا يستعينون به في الاستشارة والرأي، وهو كان يشير ويطرح آراءه، وكان يقف إلى دعم القافلة الإسلامية، إلى دعم المسيرة الإسلامية. وإحنا لا يسعنا إلا ما وسع الإمام. إحنا أيضا عندما نمر بسيرة الخلفاء الراشدين، وإن كنا نرى أن الإمام علي أولى نعم بالخلافة، لكن ليس معنى ذلك أننا لا نقدر للخلفاء مكانتهم وإنجازهم ولا نحترمهم أبدا. بالعكس، على العكس من ذلك، نحن نحترمهم ونقدر لهم إنجازاتهم، ونقف أو بالأحرى نسير وفق ما أرشد إليه إمامنا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في هذا الباب. هاي بالنسبة إلى السؤال الأول. نعم. بالنسبة إلى موقفنا من أم المؤمنين عائشة، أم المؤمنين عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وآله، وعرس رسول الله، وزوجة النبي من أمهات المؤمنين، وجديرة بالاحترام وجديرة بالتقدير. وقد افتات علينا البعض فزعم أننا نرمي أم المؤمنين بأنها ارتكبت البهتان. حاشا لله، ولا يقول ذلك منا أحد قط. وإذا أحببت بوسعك الرجوع إلى آيات الإفك النازلة في القرآن الكريم لترى تفاسير الشيعة كيف تقف من أم المؤمنين، كيف تحترمها وتنزه ساحتها وتقول بأنها عرس رسول الله، يجب أن تصان كرامتها وتصان سمعتها. وإمامنا الإمام علي يقول للنبي: إن الله طهر نعلك فكيف لا يطهر عرضك. هذه من ناحية.
ومن ناحية ثانية أن ارجع إلى تراجم من ذهب ومن قال بالإفك في موضوع الإفك، ما فيهم واحد من الشيعة محسوب على الشيعة، ما فيهم واحد أبدا، محسوبين على غيرنا الذين ذهبوا إلى حديث الإفك. أما إحنا بالعكس، إحنا ننزه عرض رسول الله وننزه ساحة النبي، ونتبع في ذلك سيرة إمامنا أمير المؤمنين عندما وقف على رأسها وقال لها: ما أنصفك الذين أخرجوك إذ صانوا حلائلهم وأبرزوك، وأفرد لها دارا في المعركة حتى تستكن بها، وأرسل إليها 20 خادمة فضلا عن الخادمة الواحدة لتتولى رعايتها. لكن بقي شيء، هل هي في خروجها على الإمام علي بن أبي طالب نحن نرى أن خروجها صحيح؟ لا، صريح رأينا أننا ندينها بذلك، كما يدين المسلمون من خرج على الخليفة أبي بكر ومن خرج على الخليفة عمر. نحن ندين من خرج على الإمام علي ما دام الإمام علي في نفس الخط وفي نفس الرتبة وفي نفس المكان. نرى بأنها في خروجها على الإمام علي بن أبي طالب فعلت ما لا ينبغي لها أو فعلت المحرم. بعد ذلك حتى المسلمون يذهبون إلى هذا، ولكن يقولون أنها تابت بعد ذلك. النقاش في هذه النقطة، هل أنها في خروجها على الإمام تجد مبررا شرعيا؟ هل يقرها الشرع على خروجها؟ احنا عندنا أدلة بأن من يخرج على الإمام، كما أن المسلمين يذهبون إلى أن من يخرج على الخليفة فهو باغي، والباغي يقاتل. نعم، وقد يعطوا أكثر من هذا، يرتبون عليه أحكام أكثر من هذا. لا شك نحن ندينها في خروجها على إمامها، ولكن عدا ذلك هي زوجة رسول الله، وهي موضع احترامنا وتكريمنا، وهي عرض النبي، والذي يتطرق إلى عرض النبي بشيء من الخدش فهو بريء من الله ورسوله.